مساء الفل. اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست فليغرسها. باين عليا ان انا لسه صاحي من النوم. مش عارف لو حد اللي بيسمع البودكاست دي على سبوتيفاي او على انغامي بودكاست او على اي حاجه اوديو، بس انت في نعمه. الحمد لله. انا كنت بتكلم عليكم الحلقه اللي فاتت بس انتوا تمام عشان انا لسه صاحي من النوم من شويه، وكنت عايز اصور الحلقه دي اول حاجه اول ما اعملها خالص، عشان بقالي كام يوم ببقى عايز اصورها في اخر اليوم. وللاسف بتشغل في الشغل كتير، بخلص متاخر، يعني ممكن اقعد مثلا لحد بعد بالليل كمان. فايه بعد بالليل ليه؟ لحد مثلا الساعه 11 12 واحده. فمش بلحق خالص ان انا اصورها. فقررت ان انا اول حاجه اول ما اعملها اول ما اصحى اول حاجه اعملها اول ما اصحى ان انا اصور الحلقه دي. كنت بتفرج على بودكاست من يومين بتاع بيزنس بالعربي. بودكاست هايل، الكونتنت اللي فيه رائع، الضيوف اللي بيجوا فيه ناس فعلا ليها انبوت في الماركت. هو لو حد مش عارفه، البودكاست اللي هو بتاع بيزنس بالعربي هو بيتكلم، بيجيب بيستضيف ضيوف، ناس بتتكلم في البيزنس، ماشي، باشكال مختلفه وبابروتشز مختلفه او زوايا مختلفه. فالمستثمر والسي او، ولو حد مثلا مدير، لو حد عنده شركه خاصه بتاعته، مش عارف ايه الحاجات زي كده. فكنت بسمع محمد نجاتي، محمد ابو النجا نجاتي، كان بيتكلم مع في البودكاست يعني. كان قال جمله حلوه قوي وفرقت معايا، يعني خلتني اقعد ارفلكت عليها، وقررت ان انا اتكلم عنها في حلقه لوحدها يعني. كان هما بيتكلموا ان هو بيبقى واقف ساعات، ممكن حد يجي يساله طب اعمل ايه في البيزنس بتاعي، طب انا عندي كذا، طب انا عندي مش عارف ايه، طب لو عندك نصيحه او دايركشن. الحاجات دي كلها الحاجات العاديه اللي احنا بنعملها. يعني انا لما بشوف حد انا اصلا بتابعه على السوشيال ميديا، او حد انا بعزه، او حد انا بستفيد منه على السوشيال ميديا، بنسى خالص فكره ان انا اروح اتصور معاه بقى وتعالى ننزل ستوري مش عارف ايه الكلام ده كله. اول حاجه بروح اعملها بروح اساله ايا كان ايه السؤال. وفي اسئله برضه انا يعني دي هنتكلم عنها في الحلقه دي اكتر. بس في اسئله مش محتاج ان انت تسالها له، لان انت ممكن تجيب اجابه السؤال ده من على جوجل اصلا. ماشي، ده هنتكلم عنها اكتر في الحلقه يعني. فكان بيتكلم انه مع كل ده هو ما عندوش مشكله، بس لما ساعات بيجي له حد بيساله بقى، يساله في ايه مثلا، يقول له والله اعمل ايه لو انا عايز ابقى مستثمر، اعمل ايه لو انا عايز افتح بيزنس، طب ما عندكش فكره، طب ما عندكش كذا، طب ما عندكش كذا. بيساله في كل حاجه، بيسكلي في كل حاجه، يعني اي حاجه الشخص ده محتاجها بيساله فيها. طب انت عندك ايه عشان اعرف اساعدك بيه؟ فجاوبوا هما الاتنين، يعني كانوا بيتكلموا، فقالوا جمله عجبتني جدا: انت محتاج حد يساعدك ولا محتاج حد يشيلك؟ ماشي. وهنا محتاج تاخد خطوه لورا بقى وتسال. انا عمال اخبط في المايك وغالبا كل ده هيسمع في البودكاست. هنا بقى انت محتاج تسال نفسك سؤال: انا فعلا محتاج حد يساعدني ولا محتاج حد يشيلني؟ تعالوا بقى نسيبنا يعني نجرد السؤال. تعالوا نجرد السؤال من السياق بتاع البيزنس. يعني تعال نشيل ده من السياق بتاع البيزنس، وتعالى نتكلم عنه في السياق بتاعنا احنا كشباب. مثلا انا لما ببص على الاناليتكس بتاعت القناه، الشانل يعني على اليوتيوب، لسه ما بصيتش على سبوتيفاي ولا على انغامي ولا على الحاجات دي عشان لسه ما كبرتش قوي، بس اليوتيوب اكبر انديكيتور بالنسبه لي دلوقتي. بلاقي ان احنا اغلب السن من 18 ل 25، واكتريتهم شباب ولاد. ف وده انديكيتور هقول لكم ده ايه ومعناه ايه، بس ده بقى في حلقه تانية ان انا عايز ادخل في الموضوع ده بشكل كبير يعني. بس لما انت تيجي تبص على السن الشباب اللي موجودين في الحلقه في القناه، من 18 ل 25، ساعات توصل 30 برضه، نسبه لحد 30 مش كبيره. فتسال نفسك السؤال ده: انت محتاج حد يساعدك ولا محتاج حد يشيلك؟ جرد بقى سياق البيزنس كده، واسال نفسك: انت فعلا كنت محتاج حد يساعدك في المدرسه؟ ماشي. محتاج حد يساعدك في الكليه؟ انت محتار مش عارف تعمل ايه. محتاج حد يساعدك لما تتخرج؟ محتاج حد يساعدك انه يقول لك ايوه المفروض الستبس اللي تعملها ايه؟ محتاج حد يساعدك طب امشي في انهي مجال؟ محتاج حد يساعدك طب بيقول لك ايه السكيلز اللي تتعلمها؟ مهارات لا غنى عنها، لازم تتعلمها في كل حاجه. محتاج حد يساعدك طب اعمل ده ولا اعمل ده؟ طب افتح بيزنس دلوقتي ولا اجل شويه؟ طب اسافر بره ولا اقعد في البلد بتاعتي؟ طب اعمل كذا ولا اعمل كذا؟ فانت محتاج حد يساعدك. وده السبب اللي اتعملت بسببه البودكاست دي. وده اللي انا قلته من اول يوم، يعني في اول حلقة خالص. احنا تقريبا في الحلقة الرابعة دلوقتي. اول حلقة قلتها انه انا فكرت في فكرة البودكاست، ومن قبلها اصلا فكرت في فكرة ان انا اعمل يوتيوب شانل عشان اساعد الشباب.
عشان اتكلم معاهم. ولما لقيت ان انا بتكلم معاهم في الاوفلاين، قلت الكلام ده في اول حلقه خالص اللي هو ليه اتسمت فليغرسها. ولما لقيت ان انا بعمل ده اوفلاين، خلاص ركزت في اوفلاين، كبرت فيه شويه الحمد لله. وبعد كده دلوقتي قلت ارجع بقى في الاونلاين. فانت محتاج حد يساعدك، وهتلاقي ده كتير. وانا يمكن اقل واحد من العمالقه الكتير والكبار اللي في المجال دلوقتي. يعني انت ممكن تلاقي مليون بودكاست احسن من بتاعتي، ممكن تلاقي مليون تريننج احسن من بتاعي، ممكن تلاقي مليون فيديو احسن من اللي احنا بنعملهم هنا على القناه، ممكن تلاقي كل حاجه. فقصدي ان انت هتلاقي ريسورسز، تلاقي حاجات كتير تساعدك. بس الفكره هنا او السؤال هنا بقى اللي احنا عايزين نساله، انت فعلا كنت محتاج حد يساعدك ولا محتاج حد يشيلك؟ لان هنا انا اتكلمت مع حسين فرغلي الحلقة التانية من البودكاست، واتكلمنا عن الجيل الجديد، واتكلمنا ايه التحديات اللي بتقابله، وازاي ممكن يتغلب عليها، وازاي ممكن يدخل سوق العمل، وايه التحديات اللي بتقابله في سوق العمل وبرضه يتغلب عليها ازاي، وازاي يعمل كذا حاجة. اتكلمنا على ده، واتكلمنا في سياق ان احنا بنساعد الجيل الصغير. بس انا ساعات بحس انه كتر السياق ده بيخليك توصل لمرحلة ان طب ما هي فعلا الدنيا بايظة حواليا وانا الضحية. لا، انت مش الضحية. بالعكس، لو انت كنت ركزت في الحلقه كمان بتاعت حسين فرغالي دي، هتلاقي ان احنا قلنا مميزات كتير قوي عند الجيل ده، واتكلمنا في حاجات كتير وريسورسز وموارد تخصه، وهو بيتعرض لها دلوقتي. ماشي، كجيل صغير. هحطه بس هنا كده عشان اعرف احرك ايدي. كجيل صغير هو بيتعرض لها دلوقتي وبيقابلها وموجوده حواليه، ما كانش موجوده على جيلنا احنا مثلا الثمانينات والتسعينات، ولا على جيل اهالينا. الجيل الصغير يعني من اول الالفينات، كان اواخر التسعينات اول الالفينات، نص الالفينات مثلا، في الرينج ده يعني. فبلاقي كل ده سياق او انترودكشن اللي انا عايز اقوله ده. بلاقي في شباب ساعات من التريننجز اللي انا بديها، او المحاضرات مثلا اللي بديها، او التوكس، او لو بطلع في ايفنت ادي توك او حاجات زي كده، بعد ما بنزل بيجي شباب تتكلم معايا انه عايز يسألني في حاجة، وانه محتار في الكارير بتاعه، وانه مش عارف يعمل ايه، وان هو بيتخرج دلوقتي. فباجي اسأله طب انت عملت ايه في الكارير؟ ابيض، مفيش اي حاجة، ما عملتش اي حاجة. فلما الموضوع ده اتكرر كذا مرة، يعني الموضوع ده دخل بجد كتير، يعني ده عايز اقول ايه، ده frequent ده يعني متغير، متردد، او مش متردد، متكرر. فبيكرر كتير قوي، اخلص لازم انزل الاقي شويه شباب كده، الناس بتسالني، في ناس ما عملتش اي حاجه. يعني بمعنى ايه ما عملتش اي حاجه؟ برضه عشان ما تفتكرش انت منهم. انت لو بتتفرج على البودكاست دي، انا متاكد مليون في الميه ان انت مش منهم. فخلاص يعني خلينا نقفل الباب ده. ليه؟ لان ده بيسموه مؤشر. انت دخلت البودكاست دي، ومثلا ممكن تكون البودكاست انا الله اعلم تتفرج عليها امتى، تتفرج عليها 2024 ولا تتفرج عليها 2030، الله اعلم. في 2024 انت هتلاقي مثلا 70 80 فيو على البودكاست. ايه اللي خلاك تدخل تتفرج عليها؟ فانت داخل ويلنجلي بكامل ارادتك ان انت تتفرج وتسمع، يمكن تستفيد كلمه. فانا متاكد ان انت بتعمل هنا وبتعملي هنا وبتشتغل على نفسك هنا وبتروحي انترفيو هنا. فده تمام. بس تعالوا نتكلم في السياق بتاع الشباب اللي عايزه حد يساعدها. فاجي مثلا انزل اتكلم مع حد، طب انت عملت حاجه في الكارير بتاعك؟ لا. طب انت رحت انترنشيبس مش عارف ايه كذا؟ لا. عاده السؤال اللي بيتسال اكتب ايه في السي في. يعني عادة انا بص كده والنبي السي في بتاعي، انا مش يا جماعة، انا مش واقفين في اتوبيس، احنا ده سيشن عشان يحجز نعمل سي في ريفيوينج. بس اني وايز لما ببص عليه بيقول لي اصل انا حاسس ان السي في بتاعي فاضي ومش عارف اكتب فيه ايه. طب اجي ابتدي بقى، يعني بيسموه ان انا افاليديت او اتاكد من معلومه. طب تعالى اسالك، انت عندك حاجه مش عارف تكتبها، ولا انت اصلا ما عندكش حاجه؟ ما هي دي بقى الفكره. طب انت عملت حاجه في الكليه، والولد بيتخرج او البنت، انت عملتي حاجه في الكليه؟ لا. طب انت دخلت انشطه طلابيه؟ لا. طب انت رحت اعمال تطوعيه؟ لا. طب انت رحت تدريب او انترنشيب؟ لا. طب خدت كورسات، اتعلمت حاجه في حاجه بتحبها، عندك هوايه، اشتغلت، ان شاء الله تكون بتعمل كروشيه، مش فارق معايا، بس على الاقل اعمل حاجه. ما هو الكروشيه ده هيجيب حاجه. هي الكونسبت مش كونسبت ان انت تبقى اشتغلت في ناسا، صح؟ يعني الكونسبت مش في ان انت وانت عندك 24 سنه تبقى اشتغلت في ناسا. الكونسبت انت وانت عندك 24 سنه تبقى على الاقل بتحب الكروشيه. عارف ليه؟ عشان وانت عندك 30 سنه ممكن يبقى عندك بيزنس من الكروشيه ده، مصنع، ما عنديش مشكله، بيزنس وهيجيب لك فلوس وحاجه بتحبها وشغل انت بتحبه وهتعرف تبدع فيه. احنا محتاجين الناس دي. يعني انا محتاج بتاع كروشيه، محتاج بتاع اللبس يعني، انت محتاج جرافيك ديزاينر، و... واحنا الاثنين محتاجين الدكتور. ماشي يعني خلاص، عشان لازم الدكتور والمهندس يبقى في السياق.
وانا لما هكبر البودكاست دي هحتاج فيديو اديتور، والفيديو اديتور هيحتاج لحد يو اي ويو اكس ديفلوبر او يعني ويب ديفلوبر عشان يعملوا الويب سايت بتاعه، وبتاع الويب سايت هيحتاج لكونتنت كريتور عشان يكتب له البورتفوليو بتاعه، والكونتنت كريتور هيحتاج لحد مثلا بيشتغل في الجرافيك ديزايننج او الميديا او ايا كان عشان يعملوا كده. فكلنا بنشتغل مع بعض. كل التريننج هيحتاج لفيديوجرافر عشان يجي يصور الترينر، يعني عشان يجي يصور التريننج بتاعه. الكوتش هيحتاج كوركينج سبيس، فهيحتاج ادمنستريشن قاعد في كوركينج سبيس عشان يروح يعمل سيشن بتاعه. فكلنا بنحتاج بعض. فمش فارق معايا انت هتعمل كروشيه ولا هتروح تشتغل في ناسا، المهم تكون بتعمل حاجه. فبيجي الولد ده بقعد اساله مفيش، ما عملش حاجه. فانا ببقى واقف، هو كاتب في السي في بتاعه اسمه، وحتى الحته اللي هي الكارير بورتفوليو دي او الكارير سومري كاتب فيها سطرين ثلاثه، وكاتب الكليه بس، والسي في فاضي مفيش اي حاجه تانية تتكتب. طب اتعلمت اي حاجه مع نفسك؟ طيب عملت اي او اشتغلت على اي بلاتفورم؟ دخلت على اليوتيوب اتعلمت حاجه؟ قريت في حاجه؟ قول لي انك عملت اي حاجه عشان اعرف اساعدك. مفيش. فبنيجي هنا في مرحله ان الولد او البنت ده دول بيتخرج خلاص، هو ضيع ال4 سنين او ال5 سنين اللي كان ممكن يعمل فيهم كل حاجه. هو اتس نيفر تو ليت باي ذا واي، انا هقول لكم لو انت في الكيس دي تحلها ازاي، يعني ما تقلقش. بس بيتخرج وهو في رابعه ولا في يعني رابعه اللي هي اخر رابعه اخر سنه، او الرابعه اللي هي بتاعت هندسه اللي هي السنه الخامسه، وما عملش اي حاجه ولسه هيبتدي. طب ما هو انت قول لي انا اساعدك ازاي. هنا مش دعوه، مش انتقاد للشباب دي، بالعكس. بالعكس انا بقول لك اعمل حاجه، روح العب، اعزف بيانو، يعني اتاكد اسال في الشرع بتاع انه الموسيقى حرام ولا حلال ولا ايه، وانا ما اعرفش. بس هي اكثر اقاويل العلم انها حرام. بس anyways يعني ده مش قصتنا قوي. روح اعمل اي حاجه، روح اعمل اي حاجه. روح جرب اشتغل سيلز، روح روح بيع اي حاجه في الشارع. جرب اعمل، ثانيه واحده، جرب اعمل اي حاجه في الشغل بتاعك او في المجال بتاعك. ما هو مش هينفع. فنرجع بقى للنقطه بتاعت لما بيجي بقى يقف قدامي الشاب ده او البنت دي، انت كده محتاج حد يشيلك. انت كده محتاج روح اسمع بودكاست، روح ابتدي كونتنت كريشن ومش هتنفلح فيها سيبها. روح ابتدي جرافيك ديزاين، مش هتنفع فيها سيبها. روح ابتدي مش عارف ايه، جرب عشان على الاقل يبقى عندك الحصيله بتاعت الخبره دي. فلما بيجي قدامي الشاب ده او البنت دي يقفوا قدامي، طب انا اعمل ايه؟ طيب انا دلوقتي كنت بتاكد بس ان البودكاست بيريكورد عشان الصوت ده ممكن يكون فاصل او حاجه. فانا دلوقتي اساعدك ازاي؟ على النقيض بقى بلاقي شباب وبنات في حته تانية خالص. يعني في حته تانية دي اللي هم الشباب دي اشطر مني في حته تانية خالص، والولد عمل كذا وعمل كذا وفتح الستارت اب بتاعه وفتح الستارت اب التاني وباظ وفشل، فعمل مش عارف ايه وابتدى يعمل يوتيوب وابتدى يعمل وعنده فكره شركه وجاب فند وعايز يروح يشتغل فيها انتوا ازاي كده؟ وازاي في التو اكستريمز؟ يعني ازاي في الناحيه دي وفي الناحيه دي؟ يعني ازاي احنا في اقصى اليمين واقصى الشمال؟ انا لا بقول لك تبقى في اقصى اليمين ولا بقول لك تبقى في اقصى الشمال على فكره، عشان الاثنين ده ليه مميزات وعيوب، ده ليه مميزات وعيوب. او اللي هو اصلا اقصى الشمال ده ان انت ما بتعملش حاجه، ده عيوب بس مفيش مميزات. بس الاعتدال كويس. الاعتدال ان انت تبقى في النص ده كويس. تشتغل على نفسك وبتجتهد وبتتعلم مهاره جديده وبتعمل مش عارف ايه. طيب اعمل ايه بقى لو انا في الكيس دي؟ يعني لو انا في المرحله بتاعت انا داخل جامعه ومش عارف اعمل ايه، ومش فاهم ايه اللي المفروض الخطوات اللي استثمر فيها نفسي، لان كترت عليا الخطوات. يعني اعمل ده ولا ده ولا ده ولا ده، ولا ادخل المجال ده ولا ده ولا ده، اعمل ايه؟ اول حاجه انت محتاج تبتدي تعملها ان انت محتاج، سواء انت دخلت الكليه بارادتك، يعني انا عايز ادخل فنون جميله مثلا، انا عايز ادخل كليه اعلام، انا عايز ادخل كليه تجاره، انا عايز ادخل كليه كمبيوتر ساينس. انت دخلتها بارادتك وعرفت ودخلتها خلاص كده يور دون تمام الحمد لله. لو لا قدر الله المجموع هو اللي حكم عليك، او دخلت كليه انت مش حاببها، او
في البيت اجبروك، ايا كان بقى انت في المرحله دي، الطريقين شبه بعض. شوف حاجه انت بتحبها، بلاش بتحبها عشان الكلمه دي كبيره قوي. بص بقى الجمله اللي جايه دي، بصوا معايا. حاجه انت حاسس ان انت لما تجربها ممكن 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 للمره الثالثه ممكن تحس انك هتحبها. بص في كام لاير، يعني في كام طبقة من الاحتمالات. حاجة حاسس ان انا لما ممكن اجربها اصلا مش هشتغلها، اجربها. حلو، اجربها دي اللي هو ايه؟ انا عارف ان في شركة ميديا برودكشن هتصور بودكاست مثلا، فانا هحاول اتكلم مع واحد صاحبي انزل معاهم اللوكيشن بس، امسك بس كاميرا ولا اعمل مش عارف ايه ولا احرك حاجات ولا اشيل حاجات. هم عايزين اشيل لهم حاجات، انا هشيل حاجات مفيش مشكله، بس اروح اشوفهم بيعملوا ايه، واروح اقف جنب الفوتوغرافر، واروح اقف جنب اللي هو الشخص اللي بيبقى لابس سماعات وبيظبط الاوديو والساوند انجينيرنج ومش عارف ايه، واروح اشوف ده هنا واروح اشوف هنا. دي فكره اللي هو لما ممكن تجربها، وانت كده ما جربتهاش، انت كده بس من بره. انا عايزك تعمل كده، انا عايزك تبقى بس حواليهم. you felt interested او حسيت ان انت مبسوط او مرتاح او مهتم للي بيحصل، دوس. حسيتش خلاص، بس مش من الاول يعني، مش اللي هو ايه لا خلاص انا ماشي. ادي نفسك مره واثنين وثلاثه. فده اللي انت محتاج تعمله في اول سنين الكليه. يعني انت في اول مرحله انت محتاج تعمل ده، ماشي؟ وهتكثر عليك ده، هتحس ان انت عندك هنا وهنا 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 وبتحب ده وده وده وده، ده مش مشكله، نقي حاجه. طب ما عنديش حاجه خالص، مش لاقي حاجه خالص، ماشي؟ ارمي نفسك. طبعا هو في، انت ممكن تروح للكارير كوتش، ممكن تشتغل مع حد، ممكن تعمل مش عارف ايه، بس انا مقتنع، انا من المدرسه اللي بتقول التجربه في اطار معين وبحدود معينه، من غير ما تهلك صحتك وفلوسك وكده والحوارات دي، في اطار معين في اول سنين حياتك بالذات في الكليه وانت ما عندكش اي حاجه تريسكت. يعني انت لو يعني مش متضرر، مش المفروض تشتغل عشان تصرف على اهلك، يعني الدنيا تمام شويه، عادي جرب ادخل نشاط، انشطه تطوعيه. ادخل نشاط طلابي، شوف بيعملوا ايه ايه دول جوه، روح اتطوع، صور، اعمل فيديوجرافي، روح شوف الناس دي، اعمل برزنتيشن، روح اتعلم تريننج، روح ايا كان، وانت بقى قدامك مساحه فاضيه، روح اشتغل بي ار، روح اشتغل لوجيستكس اوبريشنز. من اكتر الحاجات انا يعني ده رايي شخصي برضو، مش حاجه بيزد على ستاديز يعني، بس من اكتر الحاجات اللي الناس بتبان فيها قوي في حته الشغل، بتبان هو شاطر ولا لا، حته الاوبريشنز دي او اللوجيستكس بيبانوا، لان الحته دي صعبه صعبه صعبه. فانت حبيبها وشاطر فيها، عرفت تعملها، هتدوس خلاص ما فيهاش. لو انت ضايع فيها هتبان، هتبان لانها كلها تايني ديتيلز او تفاصيل صغيره قوي، فهتسقط دي ومش هتاخد بالك من دي، وهتعمل هتلاقي الدنيا بتبوظ والناس بتلبس والدنيا بايظه. فمثلا دي فكره يعني، اعمل دول، فجرب ده وجرب ده. طيب ماشي جربت وبعدين، يعني مثلا حسيت ان انا دلوقتي، انا بحكي لكم على فكره اللي انا عملته، يعني انا خدت اللي انا عملته ده، دي الطريقه اكتر طريقه على الارض، مش باي ذا بوك ومش كاري كوتشنج ومش تعالى نمسك الورقه والقلم ولا اي حاجه، ده اللي بيحصل على الارض. لو انت عايز اللي بجد انزل اعمل ده. فده اللي انا عملته. انا اول ما دخلت الكليه قعدت اول 3 شهور مكتئب، اول 6 شهور مش عارف اعمل صحاب، اللي هو اول ترم بيسكلي، اول 4 5 شهور كده. عملت شويه صحاب في الترم التاني وما كانوش يعني، كانوا 2 ولا 3. وحسيت ان انا في مرحله من الضياع، خلاص انا مش فاهم حاجه في الكليه، ومش مش عارف انجح فيها. يعني مش يعني بنجح في المواد، بس انا مش عارف انجح في الفهم، ولا انجح في ان انا احبها، ولا انجح في ان انا اشوف نفسي مهندس مثلا في يعني. بس المواد الحمد لله كنت بنجح، كنتش بعيد سنه يعني. ف وما كنتش قادر اوصل لمرحله من طب اعمل إيه؟ يعني ما هوش ده، انا عارف ان هو مش ده اللي انا عايزه، مش عارف اوصل لمرحله بقى طب ايه. طب لما هو مش ده يبقى ايه؟ ومهم قوي، خلي بالكوا دي من الحاجات المهمه قوي برضو، انت تبقى عارفها، انه بص الجمله دي بقى محتاجه كده تركز فيها. مهم قوي تبقى عارف انت مش عايز ايه، زي ما هو مهم انت تبقى عارف انت عايز ايه. بل بالعكس انا شايفه اهم، يعني اهم ان انت تبقى عارف انت مش عايز ايه، ومهم تبقى عارف انت عايز ايه. فانت لو هتختار بينهم، اختار بين انت مش عايز ايه. ليه؟ لان دي مرحله
الاليمينيشن، دي مرحله ان انا امسح الاختيارات. فانا مثلا يعني هفهمكم قصدي، قدامي 100 اختيار، لازم ابقى عارف انا مش عايز ايه منهم، لان اللي انت مش عايزه هيبقى اكتر. يعني اللي انت مش عايزه هيبقى 90 اختيار او 80 يا عم، ماشي؟ 90 اختيار، ففي 90 اختيار طاروا. انت مش عايز تبقى دكتور، مش عايز تبقى ويب ديفلوبر، مش عايز تبقى فيتنس ترينر، مش عايز تبقى رسام، مش عايز تبقى جرافيك ديزاينر، مش عايز كل ده انت مش عايزه، مش عايز تبقى سيلز، مش عايز تبقى بي ار، مش عايز تبقى ماركتنج او ماركتير، يعني مش عايز تبقى كذا. شيل 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 شيل. هتلاقي ان اللي في الاخر بقى 5 6 7 8 حاجات كده، دول اللي انت محتار فيهم بجد بقى. ماشي، هنا نتكلم. وفي سبب تاني مهم برضه. وانت ماشي في الكارير بتاعك، هنرجع لفكره الكليه وفكره اعمل ايه، بس انا دي حته مهمه. وانت ماشي في الكارير بتاعك هتلاقي ان في ناس بتقول لك، بقول لك ايه، ده اللي المفروض يتعمل. بقول لك ايه، كمبيوتر ساينس هتقبض بالدولار. بقول لك ايه، اي انجينير، اللي هو الذكاء الاصطناعي، مهندس ذكاء اصطناعي بيعمل بروجرامينج او ماشين ليرنينج. او بقول لك ايه، ده انت هتشتغل فود بلوجر، شغلانه اللي مالوش شغلانه. برضه انا قلت الكلام ده في الحلقه اللي فاتت، بس مش قصدي، هم بيقولوا كده يعني. شغلانه سهله، تنزل تجرب اكل وتتشهر ومش عارف ايه، والدنيا تبقى حلوه، وتعمل اعلانات ببلاش والقصص دي. او بقول لك ايه، اشتغل، اقول لكم من الحاجات داتا اناليسيس، في الداتا اناليسيس. او بقول لك ايه، اشتغل في المونتاج بيكسب. او بقول لك ايه، اشتغل واشتغل واعمل وسوي وكذا. وانت ماشي في الكارير هتلاقي كل ده بيتقالك من صحابك، من اهلك، من الناس اللي حواليك، من الفيسبوك، من لينكد ان، من انت نفسك بتقوله لنفسك، كل حاجة. لو انت مش فاهم او مش عارف انت مش عايز، انا حاسس ان البودكاست دي هتطلع كلها عن في ذبذبات في الاوديو بسبب الخبطات اللي في المايك. انا ما خبط يعني، انا كل معدل 3 ثواني بخبط المايك. لو انت مش فاهم انت مش عايز ايه من كل ده، هتحتار حيرة لا ليها لا اول ولا اخر. لان كل واحد هيقول لك حاجة هتجري وراه، او كل ترند، كل مجال جديد هيطلع هتجري وراه. ايه ده، ذكاء اصطناعي يلا بينا، ايه ده مش عارف سايبر سيكيورتي يلا بينا، ايه ده ممكن ابقى فود بلوجر يلا بينا. لا، ما تمشيش كده، انت لازم تبقى عارف انت مش عايز ايه. وده كان بيحصل معايا برضه ايام الكليه. ليه؟ بص بقى ادخلكوا في حته، تفصيله صغيره قوي. اول ما دخلت كنتش عارف لسه اختار قسم ايه، لان انا اصلا كنتش حابب اي حاجه يعني. فاتقال لي كتير بقى، ادخل مدني 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 مدني، اشتغل، تقبض، وهتسافر، ومش عارف ايه، واللوحه هتعملها بكام ف حسيت ان انا لا، مش عايز اشتغل مدني، مهندس مدني. ورحت سحبت ورقي، لما كنت قدمت فيه رحت سحبت ورقي. ليه؟ لان وده انا قلته في البودكاست اللي فات، اي شغل انت هتشتغله هتلاقي فيه ناس بتعمل ملايين في الشغل ده. يعني هتلاقي في ناس اغنياء، هتلاقي في ناس ناجحه فيه، هتلاقي في ان شاء الله. بص لو اقول لك، لو هتبقى بتصمم كروشيه، لو انت ميكانيكي، انا اسف يعني مش قصدي، هتلاقي. ومش بقلل من الشغلانه، بالعكس، في شغلانات، يعني انا قلت لكم في شغلانات ملهاش لازمه، في شغلانات احنا من غيرها هندوس زيها، زي عامل الصيانه، او العامل اللي بيبني البيت، او ولايف از انفير. يعني هو ممكن الشخص اللي احنا محتاجين له ده باهميه قصوى يكون بيقبض اقل. anyways، ففي اشخاص من دول هتلاقيه نجح واحده 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 واحده، بقى عنده مركز صيانه، بقى عنده ايه، بقى تاجر عربيات، وبقى كذا وبقى كذا. فهو الكونسبت في انه ايه، ما تركزش في الدكتور الجراح اللي بيسافر امريكا يعني. مش ده بس اللي بيعمل فلوس على فكره، ماشي؟ مش ده بس خالص. فلما يجي بقى يتقال لك حاجات من دي، لازم تبقى فاهم انت مش عايز ايه فيهم. من ضمن الحاجات برضو اللي كانت بتتقال لي كتير وانا داخل لسه الجامعه، ادخل فنيه عسكريه، الجيش، تتخرج وشغلك موجود، وهتقبض مرتب من وانت في الجيش، وشقتك موجودة والكلام ده، ماشي؟ الشباب اللي في مصر يعني عارفين دي مميزات بتيجي للقطاع بتاع التجنيد. ف ما كنتش عايز برضو، وليها ليميتيشنز يعني. برضو هي في وقت ما انت بتلاقي نفسك وقفت ليك سقف، والسقف ده بيجي بدري قوي، بيجي انت عندك مثلا 30 35 سنة، بيجي بدري قوي 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 يعني. ربنا يدينا العمر ان شاء الله. بس هو فانا ما كنتش عايز ده. فباك بقى تو ذا بوينت بتاعت، او خلينا نرجع تاني للفكره. انا بعتذر ان انا ساعات بقول جمله انجلش او حاجه، بس انا عشان
بتفرج على محتوى كتير بالانجليزي، ف... وبدي تريننج بالانجليزي. فخلاص في حاجات، بس هو انا في الاصل لازم اتكلم عربي، انا معترف بده، ودي يعني دي غلطه مني، انا مش والاصل بتاعنا واصل اللغه بتاعتنا واصل لغه القران اللغه العربيه، ولازم نبقى شاطرين فيه عشان نبقى شاطرين في الانجليزي اصلا. ماشي، وده توبيك تاني نتكلم عنه في حلقه تانيه يعني. بس فاعذروني لو قلت مثلا كلمه او كده، بس ساعات بتبقى دي الكلمه اللي جت في دماغي على طول. طيب نرجع بقى لفكره انه انا دلوقتي خلاص دخلت وبجرب، دخلت الكليه وبجرب، وعرفت انا مش عايز اعمل ايه، عرفت انا عايز اعمل ايه. امسكه بقى، جربه، اشتغل عليه، شوف هتاخد فيه كورسات ايه. مش لازم تحرق فلوس كتير، حرق الفلوس انا ضده. انا كنت بروح اخد كل حاجه انا عايزها بفلوس رمزيه، اللي هي الحاجات تبع الانشطه الطلابيه ومش عارف ايه والمعاهد اللي هي رخيصه شويه، كنت باخد كل اللي انا عايزه بفلوس رمزيه جدا. وكنت بتعلم على اليوتيوب كتير قوي 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 قوي. احسن ابلكيشن تلاقي عليه اكتر محتوى انت عايزه ببلاش وفي كل حاجه، هتلاقي عليه كل حاجه بكل اللغات كمان. ف قعدت اتعلم واشتغل واجرب المجال ده ما ينفعش، واجرب اشتغل جرافيك ديزاينر ما احبهاش، واجرب اشتغل فيديو اديتور ما احبهاش، كونتنت كريتور اشتغلتها فتره عشان كنت عايز فلوس احوش للكورس بتاعي، وبعدها في الاخر ما حبيتهاش برضه. واشتغلت كذا، واشتغلت لحد ما اشتغلت في التريننج، وكنت خلاص انا حبيت ده قوي، حبيت ده جدا. دي اكتر حاجه انا عايز اعملها في حياتي. ف دي الخطوه. فبتيجي بقى بعد سنتين ثلاثه، بتجرب هنا، تشتغل هنا، تدخل نشاط طلابي هنا، وتتعلم هنا، وتعمل مش عارف ايه، وتاخد، فتلاقي ان انت اتغيرت على مدار الثلاث سنين. اتغيرت، مش السي في يعني كتب فيه مش السي في كتب فيه 3 4 سطور زياده، انت اتغيرت. فتعرف تروح انترفيو ما تتسأل، يعني بعيد عن السي في هتعرف تلاقي تحط حاجات تحطها فيه. تروح انترفيو ما تتسأل، انت بتجاوب، انت عندك خبره. انت الحصاله بتاعتك، انت اعتبر نفسك حصاله، تحط فيها جنيه هتطلع جنيه، هتحط فيها 10000 جنيه هتطلع 10000 جنيه، هتحط فيها دولار هتطلع دولار. كل بص اي حاجه، فانت الحصاله دي، انت الباكج ده. فهتروح الانترفيو تتكلم مع الانترفيور او الراجل يسالك في حاجه، ايوه انا عندي وعملت واشتغلت ومش عارف ايه. حتى لو انت لسه فريش جراد وخبرتك على قدك، بس انت عملت. في كام فريش جراد بيقعد قدامه ما عندوش اي حاجه؟ ولازم تبقوا فاهمين ده، لان ده انا ابتديت اشوفه ككارير كوتش وكاتش ار كتير في السوق دلوقتي. الشباب كتير قوي below الماركت نيد، below it، تحتها. يعني الماركت نيد عايز واحد مثلا، الاحتياج بتاع السوق عايز واحد بيعمل واحد اتنين، مثلا نقول بحاجات بجد، عنده كوميتمنت او التزام، عنده احساس بالمسؤوليه، عنده انضباط ديسيبلين يعرف يشتغل، عنده eager to learn وحامي كده على الشغل وبيتعلم وعايز يتعلم مش عارف ايه، وعنده كذا وعنده كذا. ده السوفت. التكنيكال بقى يكون عنده الاساسيات بتاعت كذا وبيعرف يعمل كذا. كل مجال على حسب بقى، يعني انت بتشتغل في التريننج غير بتشتغل في السوفت وير يعني، ماشي. بس في بيزكس انت تبقى عارف كتير قوي. يعني مش عايز ادي نسبه عشان انا ما اعرفش النسبه بجد، بس كتير قوي من الناس والشباب تحت المستوى المتوسط من الاحتياج بتاع الشركات. دي ميزه وعيب. عيب على الوعي الجامعي. ليه؟ لان انت لما تبقى الامة الاسلامية او العرب او احنا كمجتمع، سواء مصريين عرب في السعودية في الجزائر في المغرب في الاردن ايا كان، احنا كده مع بعض اقل من احتياج الشركات، يبقى احنا كده هنا عندنا مشكلة. احنا كمجتمع عربي مش في مصر، مش في موقع قوة بالمنظر ده، صح؟ فمحتاجين نشتغل على نفسنا. فده العيب وده الاكبر. الميزه بقى سهل عليك قوي 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 تطلع فوق المستوى ده، لان هتبان. يعني المنافسه مش شرسه على فكره، مش شرسه خالص. ولو انت حاسسها شرسه عشان انت شاطر، فانت بتتنافس في حته، ماشي. هتلاقي ناس اتقل منك او اشطر منك بيتنافسوا فيها، فانت عشان كده حاسسها شرسه. بس هي مش شرسه بجد لو انت يعني. وده بتحتاج بقى حد واعي قوي عشان يفهم هي مش شرسه، بس انا اللي لسه مش عارف قوي،
ولا هي فعلا انا بلعب في الدوري الابطال اللي فوق هي شرسه فعلا. ما هو دي بقى انا مش عارف اقولها لك، دي انت لازم تعمل الحكم ده على نفسك وتعمله صح وتعمله اكيوريت، عشان لو عملته غلط هتروح في داهيه. يعني انت لو فاكر انها شرسه عشان انت فوق وانت اكشلي تحت، انت خلاص بالسلامه، هتفضل فاكر ان انت فوق على طول. واي حد، ما هو اعرف منين بقى اذا كان ده ولا ده؟ اهي دي الاجابه. اي حد فوق، ماشي، اي حد في المنافسه الشرسه دي، او اي حد في الحته اللي هي بتاعت انا بعمل حاجات اكتر او اشطر او بقيت اشطر من احتياج السوق، دايما بيبص لنفسه على انه لا لسه في تاني، لا انا لسه مش اشطر حد، لا انا لسه محتاج اتعلم دي ودي 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 ودي. يا ابني ما انت لا بس انا لسه مع. هتعرف نفسك من الحته دي اللي هي فكره ايه؟ عارفين الدونينج كروجر افكت؟ مش عايز ادخل فيه دلوقتي عشان ده قصه كبيره قوي، بس ده يعني افكت بيجيلك او احساس بيجيلك اللي هو ايه؟ انت داخل تعمل حاجه دلوقتي، انا داخل اعمل بودكاست، ماشي، فداخل البودكاست انا مش فاهم حاجه، اول مره امسك مايك واول مره احط كاميرا مثلا يعني، فمش فاهم حاجه، فجيت احطهم وحطيت الموبايل وحطيت المايك وبسجل ولقيت الدنيا ماشيه كويس وبتاع، فبيجي لي احساس زائف بالمعرفه. ايه ده؟ ده انا جامد جدا، ده انا خطير، ده انا هطلع اعمل بودكاست واتكلم مع الناس في اي حاجه والناس هتسمعني وهنكسر الدنيا، ماشي. طيب باجي احط حلقتين ثلاثه واجي اعمل مش عارف ايه، واجي ايه ده؟ طب انا مش عارف اعمل اكونت سبوتيفاي، انا مش عارف اعمل على انغامي بودكاستر، انا مش عارف الينك الاكونت، انا مش عارف اعمل كذا، انا مش عارف اعمل كذا. فبيجي لك الضربه بقى اللي هو ايه؟ انزل، لا انت مش اشطر حد. فمش اشطر حد دي يعني الاولانيه كانت عن جهل، مش اشطر حد دي بتحطك قدام نفسك ارض الواقع، انت فعلا مش شاطر، فتبتدي تشتغل على نفسك ازيد، ويبتدي الكيرف يعلى تاني. هو فعلا كيرف، هحاول اجيبه لكم، لو ما جبتوش اعذروني، بس هو فعلا كيرف. فبيبتدي يعلى تاني لان انت فعلا بتشتغل على نفسك، وتبتدي تطلع فوق تاني. بس لما تطلع فوق تاني انت طالع عن علم مش عن جهل. المرحله بتاعت اللي فوق دي انت بتقول ايه؟ اه انا فعلا اشتغلت على نفسي وعارف وعندي علم وشاطر وبتاع، بس ما يمكن في تاني، فتنزل. وده طبيعي بقى، تقعد تطلع وتنزل، كيرف يطلع وينزل. ليه؟ لان انت فهمت ان انت مش اجمد واحد، في اجمد منك بكتير. فانت لو انت فوق في المنافسه دي انت هتفضل حاسس كده اللي هو طب انا يمكن مش اجمد واحد، بشتغل على نفسي زياده. وده عادي، ده طبيعي، وده بيحصل لنا كلنا، ولازم تشتغل على نفسك زياده، ماشي، بس مش ما تافورش يعني، يعني ما تافورش على نفسك، ادي نفسك حقها برضه. فده يا اصدقائي مجمل او فكره انه انت محتاج حد يشيلك. انا جاي بس انا عارف ان البودكاست دي ممكن تلاقي آه، آراء سلبية، لا وانت مش عارف والدنيا والحكاية والرواية وانت بتقول كده على اساس ايه، وانا اشتغلت بس ما. انا بقول كده عشان انا كنت مكانك، انا بقول كده عشان أنا جاي من هناك. انا لحد دلوقتي بحس ان انا محتاج حد يشيلني، وده النفس البشرية. انت مش عايز تطلع بره الكومفورت زون، ده عادي يعني. ما تفتكرش انا بقول كده انا جاي انظر عليك، انا بقول لك انا بحس كده. في اوقات كتير كنت واقف قدام ترينرز مثلا، او واقف قدام ناس، او اروح في ايفنت او بتاع وبساله اسئله، انا بقعد افكر فيها دلوقتي، بساله اسئله انا كنت محتاج حد يشيلني. اقول له مثلا اعمل ايه، هو ايه اللي اعمل ايه؟ صح، او انا محتاج حد يشيلني فعلا. فلما كنت بقعد افكر هو ليه الناس كانتش بترد عليا ساعات على لينكدين، او ليه كان في الايفنتس والحوارات دي كانوا ما كانش في اجابه بترضيني، ده كان بسبب ان انا بسال اسئله اصلا مش منطقيه، ان انا اصلا ما كانش عندي حصيله. دلوقتي انا عندي حصيله الحمد لله، فضل من ربنا، فاعرف قدام لو يعني لو هروح اتكلم مع حد من اللي انا قلت لكم عليهم في اول الحلقه، ولا اساله ولا اقول له ولا مش عارف ايه، بروحش اقول له بقول لك ايه انا حاسس وعندي ومش عارف ايه اعمل ايه. لا مفيش حاجه اسمها اعمل ايه في المطلق. روح اقول له والله بص انا بشتغل في مجال التريننج، وعندي خبره 4 سنين، ولسه ببتدي البودكاست بتاعتي، بس عايز اكبر البيرسونال براندنج بتاعتي، وعايز نتورك اكتر مع ناس في المجال بتاعي. تعرف ايفنت او شخص ما اكلمه اساله على الحته دي، او حد معين بيعمل جروبس او تريننجز او كده، اديني معلومه. اقول له مثلا ايه اكتر نصيحه ممكن تقولها لنفسك وانت صغير، مع ان السؤال ده برضو جينيريك قوي، بس مثلا بقول له حاجه تاني، ايه الغلطه اللي غلطتها في اول الكارير بتاعك لو هو في التريننج زيي، ولو رجع بيك ازاي مش هتغلطها؟ بتيجي في دماغه على طول. بصوا في اسئله كده انت بتخلي الواحد دماغه تجري فيها
كل المعلومات وما بيعرفش يجيب لك معلومه منها. زي مثلا ايه، قول لي كتابك المفضل، قول لي اكلتك المفضله، قول لي مش عارف ايه، يعني فاهمين قصدي الحاجات دي اللي هو ايه، في 500 كتاب مفضل ماشي. بس لما اقول له ممكن ترشح لي اهم 5 كتب من وجهة نظرك في مجال التريننج عشان تفيدني في تحضير المحتوى وفي التريننج وفي البيرسونال براندنج، يقول لك مش لازم يبقوا يعني الكتاب التوب بتاعه، اديت له اوبشنز وقلت له فهو يقول لك ده مع ده مع ده، تربط ال5 ببعض هتبقى شاطر. فلما تقول له اديني نصيحه في المطلق، هو ما هيديك ايه ولا ايه ولا ايه، وكل واحد على حسب خبرته. لكن ما تقول له ايه اكبر غلطه عملتها، دي حاجه هو عملها وفاكرها، ولو رجع بيزنس مش فدماغه رايح على حاجه سبيسيفيك. ايه اكبر غلطه عملتها في بدايه الكارير بتاعك، ولو هترجع بيك الزمن مش انا لو حد سالني السؤال ده هجاوب له في ثانيه ماشي. والعكس، ايه اكتر حاجه عملتها فرقت معاك جدا في الكارير بتاعك، ولو رجع بيك الزمن هتعملها اكتر وهتستثمر فيها اكتر سواء فلوس او وقت، يقول لك على طول ماشي. طب ايه اكتر درس اتعلمته في مجال التريننج، طب انت بتستفيد منين، طب ايه اليوتيوب شانلز اللي بتتابعها، طب مين الاسامي اللي انت بتقرا الكتب بتاعتها، طب مين الناس اللي بتحضر الايفنتس بتاعتها، طب ايه الشركه اللي انت عايز تشتغل معاها، طب ايه في معلومات كده اللي هو ايه كده على طول، اديني هنا اديني هنا اديني هنا معلومه، اديني هنا معلومه اديني هنا معلومه، وهكذا. فهي دي الفكره. ملخص البودكاست ده ايه بقى؟ لو انت واقع ده مش صح، دي اول حاجه. فدي يعني دي البدايه، دي اول معلومه. لو انت واقع ده مش صح، الحق نفسك ماشي. ولو سألتني امتى يبقى فات الاوان وامتى لا، هقول لك فات الاوان دي ممكن تقولها وانت عندك 40 سنة. لو انت 40 سنة ما عملتش اي حاجة في حياتك خالص خالص، اللي هو انت حتى ما مفيش ولا بودكاست ولا كتاب ولا نشاط طلابية ولا بتاع، دخلت الجامعة واشتغلت كول سنتر لحد ما عندك 40 سنة، ممكن اقول لك هنا في مشكلة. ومع ذلك مش تو ليت، يعني ما فاتش الاوان ولا حاجه ممكن، بس خلاص انت وصلت لمرحله صعبه قوي 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 قوي. فلو شاب بيسمعني عنده 24 سنه، ما تجيش تقول لي اصل انا اتاخرت، ده وهم. وده ممكن برضو نتكلم عنه بعدين، بس ده وهم احنا حاطينه لنفسنا. فانت ما اتاخرتش ولا حاجه ماشي. فادي لنفسك المساحه ان انت تحس ان انت ما اتاخرتش، كويس، مفكش مشكله ولا اي حاجه، بس ما تسيبش نفسك كده. فدي اول حاجه، سبت نفسك كده ده غلط. تاني حاجه، اعمل ايه؟ لو انت عارف انت بتحب ايه وفي الكلية بتاعتها وهكذا، اشتغل على نفسك فيها، خد كورسات فيها، اسمع بودكاست للناس في المجال ده، اتفرج على اليوتيوب، استثمر في، روح طوع في اي حاجة بتاع، روح لو انت مثلا في بروجرامنج روح علم اطفال بروجرامنج. شوف في شركات بتقول لك مش عارف ايه، وانت فاهم، ولازم تبقى فاهم، ولازم تبقى فاهم تريننج، ولازم تبقى فاهم قدره استيعاب الطفل، ولازم تبقى فاهم تبيلد الستراكشر بتاع التريننج ازاي، ولازم تبقى فاهم تعلمه ايه، ولازم تبقى فاهم هو هيحتاج ايه، ولازم تبقى فاهم عشان ده مستقبله في ايدك. انت ممكن تكرهه في المجال ده كله، مش فهي مش اللي هو ايه عمال على بطال كده، اللي هو جات لي فرصه يلا، جات لي فرصه يلا، لا، ما هو برضه في اعتدال ماشي، بالذات في الحاجات الخطر اللي ممكن تاثر على حياه حد تاني. فدي تاني حاجه. لو انت عارف انت بتعمل ايه اعملها، لو انت مش عارف جرب في حاجات مختلفه ماشي. فدي فدي تاني حاجه. تالت حاجه، اعرف انت مش عايز ايه، عشان ده اهم من انك تعرف انت عايز ايه. دي انا شرحتها باستفاضه وقلتها، مش عايز افتح فيها تاني عشان لو فتحت فيها تاني هقعد 4 ساعات ماشي. هو اصلا بودكاست مش عايز اطول عليكم يعني. رابع واخر حاجه خالص، ما تنساش، هي اخر حاجه بس اهم حاجه، ما تنساش تحس بمعيه ربنا في كل ده، ما تنساش تتوكل عليه في كل ده. انت مش لوحدك، ولو فضلت بتتعامل على انك لوحدك هتفضل تايه. يعني لو فضلت بتتعامل على انك بتجيبها بدراعك وانا جامد وما كنتش عارف انا عايز اعمل ايه، ودلوقتي عرفت، ودلوقتي بقيت بشتغل فريلانسر بقبض $1000 في الشهر وانا عندي 18 سنة، لو انت فاكر ان انت جبتها بدراعك هتفضل تايه. هتبقى بتقبض نفس $1000 وهتفضل فاكر ان انت، هو انا المفروض اعمل ايه في حياتي، هتفضل فاكر ان انت مش عارف تعمل ايه في حياتك، وانا محتار. بس انت يا ابني بتقبض، انا يمكن ما بحبش ده، ويمكن اطلع بحب، هتفضل مشتت ودماغك فانت مش لوحدك. وما تفتكرش ان انت
ليك اي تحكم او اي authority، يعني زي سلطة على حياتك، انت مالكش. فلو انت ربنا حطك في الموقف ده، فهو حطك عشان عايز يعلمك حاجة، عايز يطلعك من الموقف ده بتعمل حاجة. فطول ما انت بتجدد النية فليغرسها، ماشي، فليغرسها. فطول ما انت بتجدد النية، انتوا عارفين يعني فليغرسها صح؟ انا حاسس ان انا المفروض اقول الحديث، ماشي. اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فان استطاع ان يغرسها فليفعل، او في رواية فليغرسها. ف... فانت بتعمر في الارض، دي تجديد النية. يا رب انا عايز اشتغل في اي حاجه، مش عايز اشتغل ايه، ماشي، هفتح مصنع لبس، عشان اشغل فيه ناس غلابه تاكل عيش، وشغلانه مش محتاجه يعني مش عارف ايه وشهاده وبتاع، فلو ستات ولا رجاله وبتاع ياكلوا عيش. وعشان بص بقى تجديد النيه بتوصل لحد فين. اجدد النيه في ان انا حته التيشيرت اللي هيطلع من عندي ده كسوه لحد هياخدها يكتسي بيها، وتبقى طالعه. بص كل ده تجديد. بص انت لازم تستحضر ايه بقى، تبقى طالعه من شخص في الامه العربيه الاسلاميه كمان، عشان خاطر نقوي من نفسنا وقوي من قدرتنا ومن البيزنس بتاعنا واكبر من شركتي، عشان ما نحتاجش للبراندات الاجنبيه اللي بتدينا قطعه اللبس مش عارف عامله ازاي، واللي بتديها لنا مقطعه، واللي بتديها لنا شكلها كذا، فالشباب والبنات بتوعنا بيلبسوها بيبقى شكلهم فاهمين قصدي. بص بقى تجديد النية لحد فين، وتجدد النية ان انت جزء من اللبس اللي هتطلعه ده تطلعه كسوة لله، صدقة، مش فلوس، لبس وفلوس يعني. فبيوصل تجديد النية معاك اللي هو ايه، تشوف ربنا بقى في كل حاجة في شغلك. عايز اروح المصنع ده عشان اجيب فلوس، عشان اكفي عيالي، عشان اجيب لهم حاجة حلوة، عشان اراعي امي، عشان انا مش عارف ايه، عشان افتح بيوت ناس، عشان اكل ناس، وعشان البس ناس، وعشان كذا وعشان كذا. في كل حاجه. انت لو جرافيك ديزاينر تعمل كده، لو فيديو اديتور تعمل كده. يعني انت لو فيديو اديتور وانا جيت كلمتك قلت لك بقول لك ايه، انا عايز اشتغل معاك عشان خاطر انا بعمل بودكاست دلوقتي وعايز انا مش عارف ايه، وجددت النيه معايا، انا وانت بناخد نفس الثواب. انت بتساعدني في ده وبتاخد فلوس وبتعيش دنيتك، يعني انت ما فيش حاجه اتغيرت. فاهم قصدي؟ مش حاجه اتغيرت، بس اتضاف عليها نيه فبقيت تاخد ثواب فوق، وتلاقي بقى ربنا معاك. فدي اكتر واهم حاجه عايز اقولها. ودي انا لو هحتسب حاجه الحمد لله يعني فرقت في الكارير بتاعي وحطتني في بوزيشن كويس، في حته كويسه. الحمد لله انا دلوقتي ساعات بشارك الستيج مع ناس كنت بتعلم منها، يعني بطلع انا وهو، يطلع وانا اطلع بعده او انا قبله كمان. يعني الحمد لله الحمد لله، ده فضل من ربنا مش شطاره مني اطلاقا. انت لو في لحظه قلت ده ايه ده انا جامد، هتلاقي نفسك قاعد تحت الارض. فهو فضل من الله. الحاجة اللي انا هقول انها الوحيدة اللي حطتني في البوزيشنز دي والحمد لله انا بقيت كويس في الحتت دي، هي تجديد النية بصراحة. يعني هي ان انا جددت النية، فربنا كرمني على نيتي مش عشان انا شاطر. يعني انا كنت دايما بقول كده ان انا لما اتخرجت، لما ادخل مجال الكوتشنج وعايز اشتغل عشان اساعد الشباب وعشان اساعد البنات، وعشان اتكلم معاهم وعشان اساعدهم في الكارير بتاعهم وعشان اقف ادي توك فيشوفوني. ومفيش مشكله تعمل فلوس من ده. ما هو ثانيه واحده، انت هتبقى فاكر انت بتجدد النيه عشان تعمل ده بس؟ لا، ما تعمل فلوس منه. وانا قلت لك اعمل فلوس من البودكاست، ولا اعمل فلوس من مصنع اللبس، ولا اي حاجه. اعمل فلوس زي ما انت عايز، بس معاها النيه. والنيه ممكن تبقى سابقه الفلوس، فالفلوس تيجي. بس مفيش مشكله، مع الصحابه كانوا اغنياء والرسول كان غني ما بعد ذلك، يعني بعد الهجره. ف... يعني فلوس مش حرام، ودي قصه ممكن كانت دي بقى حلوه. كنت عايز بدور على نوت بوك عشان اكتبها، عشان نعمل حلقه عن الموضوع ده. ماشي، انا هجمع الحاجات اللي انا قلت لكم عليها في الحلقه دي ونعملها ان شاء الله في حلقات بقى جايه. بس تاني نرجع لنفس الفكره. فهو فما جددت النيه وعايز اخد الكاري كوتشنج كورس بتاعي، وعايز ابتدي البودكاست بتاعي، وعايز اعمل كذا، وعايز اعمل فيديوهات، وعايز اطلع تريننج، وعايز اساعد الشباب وبتاع. الحاجات دي جات لي، يعني سعيت واجتهدت واشتغلت، بس جات عشان خاطر النيه. جات عشان خاطر ربنا انت مجدد نيتك ووعده. يا رب مثلا لما تغنيني، انت مثلا تقول كده او اي حاجه، او انا ساعات بقول كده، اما يا رب معايا فلوس مش عارف ايه بتاع، نعمل مبادرات، نشتغل مع الشباب، نتكلم عن كذا، نقول كذا، نكبر من البودكاست دي عشان نعرف نجيب ضيوف
اقوى واتقل، ونتكلم بقى في حاجات مختلفه، نتكلم في البيزنس، نتكلم في الفلوس، نتكلم في التربيه، نتكلم في الكارير، نتكلم في الصحه النفسيه، نتكلم في نفسي اجيب الضيوف دي كلها. يعني انا نفسي، بس الامكانيات مش هتسمح دلوقتي خالص. فعملت ايه؟ جبت مايك ونفس الادوات اللي كانت عندي، ما غيرتش اي حاجه خالص، بس جبت المايك ده وجددت النية وعملت البودكاست من البيت، نفس الكورنر بتاعي، المتر في متر اللي انا بقعد اصور فيه، مش عايز حاجه اكتر من كده. فدي زهقتوا مني صح؟ زهقتوا من المايك. فتجديد النية دي اكتر حاجة هتخليك تاخد خطوات، وهتجيب لك خطوة لحد عندك، تجيب لك ربنا يجيب لك الخطوة لحد عندك. انت بتسعى، سعيد في الاتجاه ده، زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت بتاعت النتيجة، سعيد في الاتجاه ده، في ان انا اعمل فيديوهات ومش عارف ايه ده. ما اتشهرتش ليه؟ عادي مش مشكله. بص في تريننج هنا، بص في ستيج توك هنا، بص في ايفنت عايزينك هنا، بص الشباب بتقول لك ايه، بص في كميه شغل هناك عامل ازاي، بص في كذا، بص في كذا، بص كذا. فاهمين قصدي؟ ف دي الفكره باختصار. بحاول افكر في حاجه تانية نقولها ولا لا، بس هو تقريبا كده مفيش. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. لو انت وصلت لحد هنا عايز اشكرك. لو وصلت لحد هنا في البودكاست يعني عايز اشكرك، وعايز اقول لك سيب لنا حاجه في التعليقات فرقت معاك، او قول لي حابب نتكلم عن ايه، او قولي لي ايه الحاجه اللي ممكن تكوني عايزانا نتكلم فيها الحلقات اللي جايه. رايكم هيساعدني كتير جدا. عارف ان القناه لسه ما كبرتش، بس ال 80 90 واحد اللي بيشوفوا الفيديوهات دول بيفرقوا معايا، بستناهم. اول ما الرقم بيجيب 80 90 انا كده تمام خلاص، هم دول الاودينس بتوعي. فلو انتوا بتشوفوا الفيديو ده انتوا من ال 80 او من ال 90، شكرا ليكم. انا بحبكم والله جدا. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، ويا ريت كمان تعملوا سبسكرايب وتشيروا البودكاست دي لو فرقت معاكم، او لو الحلقه دي اثرت فيكم او علمتكم حاجه او استفدتوا منها باي حاجه. شيروها بس مع حد من صحابكم، حد واحد، لان الشير ده هيفرق معايا كتير، هيكبر القناه كتير يعني، وهيساعدنا نعمل محتوى اكتر، وهيساعدنا نجيب ضيوف اكتر زي ما كنت لسه بقول لكم. فيا ريت تشاركوا القناه القناه شاركوا القناه، يا ريت تشاركوا الحلقه دي مع حد. وممكن تسمعونا على سبوتيفاي وانغامي، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن تحت. فلو حد عايز يسمعها اوديو بس، وعلى يوتيوب ميوزك برضو هتلاقوا هتلاقونا في كل الابلكيشنز. ابل بودكاست جايه في الطريق. بس كده. انا احمد بخش، اشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه. سلام.